وبضربة واحدة كسروا باب الكوخ الخشبي واقتحموا المكان. المنظر اللي شافوه جوه الكوخ خلى ضباط الشرطة يقفوا مصدومين. بيدخل الكوخ ده بتبدأ رحلة من الجحيم مفيش فيها رجوع. بيحاولوا يهربوا بكل قوتهم من الكيان اللي حاضنهم ده، كيان لابس قناع ضخم على شكل أرنب. بس لو دققت في تفاصيل القناع ده هتلاقي إن مفيش فيه أي ملامح للطفولة، عيون سودة مجوفة كأنها بتبصلك. بص كويس للصور اللي قدامك دي، ركز في ملامح الأطفال، ركز في دموعهم وتعبيرات وشهم. دي مش دموع طفل متضايق عشان ما خدش لعبة، ولا دي خضة عابرة، دي دموع رعب حقيقي طالع من قلبهم. الأطفال دول بيحاولوا يهربوا بكل قوتهم من الكيان اللي حاضنهم ده، كيان لابس قناع ضخم على شكل أرنب. بس لو دققت في تفاصيل القناع ده هتلاقي إن مفيش فيه أي ملامح للطفولة، عيون سودة مجوفة كأنها بتبصلك، وابتسامة خشبية مرعبة ومميتة. الصور دي اللي ممكن تبان للبعض إنها صور قديمة أو غريبة بتخفي وراها واحدة من أبشع وأقذر وأكثر القضايا دموية في تاريخ الإنترنت المظلم. في الديب ويب، الشخص اللي مستخبي ورا قناع الأرنب ده مش مجرد مهرج بيخوف العيال، الشخص ده متصنف كواحد من أخطر القتلة والسفاحين اللي عرفتهم البشرية، وحش مجهول الهوية، محدش لحد النهاردة يعرف شكله الحقيقي عامل ازاي ولا حتى اسمه ايه. كل اللي العالم يعرفه عنه انه مواطن أمريكي قرر يلبس القناع ده ويبني إمبراطورية من الدم واللحم البشري في أعمق وأخطر غابات الأرض. النهاردة احنا هننزل سوا لقاع الجحيم، هنعيش تفاصيل قضية هزت أروقة المباحث ووثقت أبشع كابوس ممكن أي أب وأم يخافوا منه. النهاردة هنفتح ملف السفاح الأرنب وال60 جثة. ركز معايا وابعد أي طفل عن الشاشة وركز في كل اللي هقوله، لأن اللي هتسمعه وتشوفه دلوقتي هيخليك مصدوم. عشان نفهم إزاي وحش زي ده قدر يمارس جرايمه سنين من غير ما حد يحس بيه لازم نرجع بالزمن لسنة 2006. في الوقت ده العالم كله كان بيبدأ يتطور تكنولوجيا، الإنترنت بقى في كل بيت. بس تحت الإنترنت العادي اللي احنا بنستخدمه وعارفينه كان في عالم تاني بيكبر في الضلمة، عالم الديب ويب. الديب ويب هو الجانب المظلم للإنترنت، مكان مفيش فيه رقابة، مفيش فيه حكومات، مفيش فيه شرطة تقدر تتبعك بسهولة لأن هويتك بتكون مخفية بالكامل باستخدام تقنيات مشفرة ومعقدة جدا. المكان ده بقى هو الملاذ الآمن لكل المرضى النفسيين، تجار السلاح وتجار البشر. وفي وسط المستنقع ده ظهر بطل قصتنا، السفاح الأرنب. الراجل ده كان مواطن أمريكي بيعاني من شذوذ سادي ومرعب، كان بيستمتع بتعذيب الأطفال بس ما كانش عايز يعمل ده لنفسه وبس، كان عايز يحول مرضه ده لبزنس يجيب فلوس ويدخله ملايين الدولارات. كان عارف إن الديب ويب ده مليان وحوش زيه عندهم استعداد يدفعوا آلاف الدولارات عشان يتفرجوا على فيديوهات تعذيب حقيقية أو حتى يشوفوها ببث مباشر. بس كان عنده مشكلة واحدة، المباحث الفيدرالية الأمريكية عينيها في كل حتة، ولو حاول يخطف أطفال أو يعمل الاستوديو الدموي بتاعه ده جوه أمريكا أمره هيتكشف في أيام. السفاح ده كان ذكي جدا وقرر إنه ينقل نشاطه بالكامل لمكان تاني خالص، مكان الشرطة فيها إمكانياتها ضعيفة، مساحات شاسعة، والفقر فيه بيخلي اختفاء الأطفال حاجة ما بتلفتش انتباه الرأي العام بسرعة. الراجل ده جمع أدواته وكاميراته والقناع الملعون بتاعه اللي في الصور ده وقطع تذكرة سفر لدولة البرازيل. البرازيل دولة من أجمل دول العالم، بس في نفس الوقت هي دولة بتحضن أكبر مساحة من الغابات الاستوائية المطيرة على كوكب الأرض، غابات الأمازون. مساحات شاسعة وكثيفة ما فيهاش أي إرسال أو تليفونات وما فيهاش سكان لمئات كيلومترات. السفاح الأمريكي لما نزل البرازيل ما دورش على شقة في العاصمة ريو دي جانيرو ولا ساو باولو، هو راح لأعمق وأكثر نقطة معزولة في الغابات دي، وهناك بنى الكوخ السري بتاعه. كوخ خشب من بره يبان عادي جدا وسط الغابة، بس من جوه كان متجهز كأنه مسلخ وغرفة عمليات وتصوير. بس عشان البيزنس بتاعه يشتغل كان محتاج بضاعة، والبضاعة دي كانت للأسف الأطفال. السفاح كان أجبن من إنه ينزل المدن بنفسه ويخطف طفل، فيعمل إيه بقى؟ استخدم فلوسه اللي بيجيبها من الديب ويب وعمل شبكة من المساعدين والمجرمين المحليين المرتزقة في البرازيل. الناس دي كان عندها وظيفة واحدة ومحددة، يراقبوا الأحياء الفقيرة جدا والمناطق المقطوعة ويصطادوا الأطفال اللي بيلعبوا لوحدهم أو الأطفال المشردين ويخطفوهم في عربيات مقفولة ويسلموهم للسفاح في نقطة متفق عليها على أطراف الغاب، وياخدوا فلوسهم
ويمشوا. وبمجرد ما الطفل بيدخل الكوخ ده بتبدأ رحلة من الجحيم مفيش فيها رجوع. الطفل بيلاقي نفسه في أوضة مقفولة، النور فيها خافت، وفجأة بيظهر له الكائن الضخم ده لابس قناع الأرنب المرعب. السفاح ما كانش بيلبس القناع ده عشان يخفي وشه وبس، هو كان بيلبسه كنوع من أنواع التعذيب النفسي للطفل قبل التعذيب الجسدي. الأرنب اللي المفروض إنه رمز للعب والطفولة بيتحول لأبشع وحش ممكن الطفل يشوفه قبل ما يموت. بيبدأ السفاح يشغل الكاميرا بتاعته ويوجهها ناحية الطفل اللي بيبكي، والطفل بيبقى بيرتعش ومرعوب وهيموت من الخوف زي ما شفنا في الصور بالظبط. ومن هنا بيبدأ يسجل أبشع مقاطع فيديو ممكن تتصورها في تاريخ البشرية، فيديوهات بيقطع فيها أجزاء من الأطفال وبيتفنن في تعذيبهم، وبعدين بيرفع المقاطع دي على مواقع سرية في الديب ويب عشان المرضى اللي زيه يدخلوا يشتروها ويدفعوا له الفلوس. العملية دي فضلت مستمرة ومنظمة وبتدار بمنتهى الدقة والكتمان، وأطفال بتختفي وفيديوهات بتترفع وفلوس بتتحول، ومحدش في البرازيل قادر يربط الخيوط ببعضها، والشرطة بتسجل حالات الاختفاء كأنها حوادث خطف عادية. السفاح اعتقد انه لقى المعادلة الكاملة لجريمة مستحيل تتكشف، لحد ما القدر قرر يتدخل، وغلطة واحدة كانت صدفة لا يمكن يتخيلها عقل هدت الإمبراطورية دي كلها فوق دماغه. في عالم الجريمة مفيش حاجة اسمها جريمة كاملة، المجرم مهما كان ذكي ومخطط لكل تفصيلة دايما بيقع في غلطة تافهة أو بتتدخل الصدفة بره حساباته تماما عشان تفضحه. وفي قصة سفاح الأرنب الصدفة دي كانت عبارة عن قطعة تكنولوجيا صغيرة جدا. في يوم من الأيام مساعدين السفاح المرتزقة دول نزلوا الشارع كالعادة عشان يصطادوا ضحية جديدة، لمحوا طفلة صغيرة بتلعب بعيدة عن عيون الناس، خطفوها بسرعة البرق ودخلوا العربية وانطلقوا بيها على طريق الغابة عشان يسلموها للسفاح في الكوخ الملعون بتاعه. المجرمين فتشوا البنت تفتيش سريع، اخدوا منها اي حاجه ممكن تلفت الانتباه، بس في حاجه واحده صغيره جدا ما خدوش بالهم منها. اهل الطفله دي كانوا من الناس الحريصه جدا بزياده، وكانوا حاطين لبنتهم جهاز تتبع دقيق جدا مخفي جوه واحده من اكسسواراتها الشخصيه اللي هي لابساها. في سنه 2006 التكنولوجيا دي ما كانتش اصلا منتشره للمدنيين، عشان كده المجرمين ما خطرش على بالهم اصلا انهم يدوروا على شريحه تتبع في لبس طفل. بمجرد ما الأهل اكتشفوا اختفاء بنتهم حالة من الهلع سيطرت عليهم، بس الأب افتكر فورا جهاز الGPS اللي هو سايبه لها، فتح الجهاز بتاعه عشان يلقط الإشارة ولقى إن النقطة اللي بتحدد مكان بنته بتتحرك بسرعة جدا بره حدود المدينة وداخلة في عمق منطقة غابات مقطوعة تماما عن العالم. الأب أخذ الإحداثيات دي وطلع جري على الشرطة البرازيلية. الشرطة لما شافت الإحداثيات دي ومسار العربية أدركوا فورا إن دي مش حالة هروب من البيت، دي حالة اختطاف منظمة جدا، وإن الطفلة دي حرفيا في طريقها للموت. الشرطة جمعت قوات التدخل السريع والعمليات الخاصة وسلحوا نفسهم بأحدث الأسلحة وقتها، وركبوا عربياتهم وتحركوا فورا ورا إشارة الGPS. رحلة مرعبة جوه الغابات في نص الليل، الطريق بيختفي والعربيات ما بقتش قادرة تكمل، فاضطروا ينزلوا يكملوا مشي على رجليهم وسط الشجر والضلم ورا الإشارة اللي عمالة تقرب، لحد ما عيونهم وقعت على الكوخ الخشبي. الكوخ ده كان معزول تماما، الإضاءة فيه خافتة جدا، وصمت الغابة كان بيقطعوا أصوات مكتومة طالعة من جوه البيت. قائد القوة الأمنية ادى إشارة للهجوم، الشرطة حصرت المكان من كل الاتجاهات، وبضربة واحدة كسروا باب الكوخ الخشبي واقتحموا المكان وهم رافعين أسلحتهم وبيصرخوا الشرطة سلم نفسك. المنظر اللي شافوه جوه الكوخ خلى ضباط الشرطة يقفوا مصدومين ومذهولين. الكوخ من جوه كان عبارة عن مسلخ بشري، أطفال حيين متكتفين، حالتهم الجسدية والنفسية زي الزفت متدمرة وباين عليهم آثار التعذيب والضرب الوحشي. وفي نص الأوضة دي واقف الكيان اللي دمر حياة الأطفال دي، الراجل الطويل الضخم اللي لابس بدلة الأرنب البيضاء الملطخة بالدم وماسك في إيده أدوات التعذيب، وفي الإيد التانية الكاميرا اللي كان بيصور بيها. الشرطة هجمت عليه وكتفوه وطرحوه على الأرض وسحبوا الكاميرا من إيده. الراجل اللي كان بيستعرض سيديته على الأطفال بقى مرمي على الأرض متكلبش. المحققين لما فتحوا الكاميرات بتاعته وشافوا التسجيلات اللي كان بيبيعها للمرضى النفسيين على الإنترنت المظلم، شافوا لقطات صعب تتوصف أو تتكتب، مشاهد للتقطيع والتعذيب بدم بارد بتأكد إن الكائن اللي لابس أرنب ده ما عندوش ذرة واحدة من الإنسانية. الشرطة حررت الأطفال الأحياء وخرجتهم للحياة من تاني، بس لو أنت فاكر إن الكابوس خلص بإنقاذ الطفلة والقبض على السفاح تبقى لسه ما شفتش الوش الأبشع للقضية. بعد ما أمنوا المكان
كان فريق الأدلة الجنائية التابع للشرطة البرازيلية بدأ يمشط الكوخ والمساحة اللي حواليه عشان يجمعوا أي أدلة تدين السفاح أكتر. وهم بيمشوا في الأرض الزراعية اللي حوالين الكوخ لاحظوا إن في أماكن كتير جدا التراب فيها متحرك من مكانه ومحفور قريب. المحققين جابوا أدوات الحفر وبدأوا يقلبوا في التراب اللي حوالين الكوخ. مع أول ضربة فاس طلعوا بقايا ملابس صغيرة. كملوا حفر لقوا جثة لطفل متحلل. الصدمة خلتهم يستدعوا فرق حفر وتنقيب كاملة. الغابة دي ما كانتش مجرد مخبأ، دي كانت مقبرة جماعية لأطفال أبرياء. فضلوا يحفروا ويطلعوا جثة ورا التانية، جثث لأطفال من أعمار مختلفة، كلهم اتعذبوا واتقتلوا واتدفنوا في الضلمة عشان يرضوا وحوش الدارك ويب. العدد النهائي اللي الشرطة البرازيلية استخرجته من محيط الكوخ وصل ل60 جثة كاملة، 60 طفل، 60 عيلة اتدمرت، و60 قضية انتهت تحت التراب بسبب سادية راجل واحد. الخبر لما انتشر الناس دخلت في حالة من الصدمة والذهول. الصحافة العالمية اتكلمت عن أبشع سفاح في العصر الحديث. المجرم ده اتعملت له محاكمة تاريخية. الأدلة كانت كاسحة، الفيديوهات والكاميرات والجثث وشهادات الأطفال اللي نجوا. الرأي العام كان بيطالب بالقصاص الفوري وإعدام الوحش ده في ميدان عام دلوقتي حالا. وبالفعل القصة اللي انتشرت على النت بتأكد لنا النهاية السعيدة اللي بتشفي الغليل. تم الحكم عليه وتم إعدام هذا المجرم رسميا في البرازيل سنة 2016. القصة كده اكتملت، قصة دموية حزينة بس فيها عدالة في النهاية. بس استنى لحظة، تفتكر ان كل اللي حكيته ده حصل اصلا؟ وكل الصور المنتشرة على الانترنت دي للسفاح الأرنب حقيقية؟ عمرك سألت نفسك وانت بتقرأ أي قصة مرعبة على الإنترنت طب إيه الدليل يعني؟ في علم التحقيقات الجنائية عشان تثبت قصة ما كذبة أو لأ أنت محتاج تدور على 60 جثة أو تدور على اسم السفاح المجهول. أنت محتاج بس تفتكر وتفهم إيه اللي حصل بالظبط. فقصة السفاح الأرنب، القصة في النهاية بتقول إن السفاح اتعدم سنة 2016 في البرازيل. بس لو قريت عن الدستور البرازيلي ودورت في قوانين دولة البرازيل الجنائية هتكتشف حقيقة عكس كده تماما. دولة البرازيل لا تطبق عقوبة الإعدام أساساً. البرازيل تعتبر من أوائل دول العالم اللي ألغت عقوبة الإعدام في قضايا الجرائم المدنية، وتحديداً من سنة 1889 مع إعلان الجمهورية. وتم حظر الإعدام بشكل قاطع ونهائي في دستور عام 1988. آخر مرة البرازيل أعدمت فيها شخص مدني كانت في القرن ال19 وتحديداً سنة 1876 في عهد الإمبراطور بيدرو الثاني. الاستثناء الوحيد اللي ممكن البرازيل تعدم فيه شخص هو في حالة الخيانة العظمى أثناء حرب عسكرية معلنة مع دولة تانية، وده بيتم عن طريق المحاكم العسكرية أساساً. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مستحيل ومفيش أي قوة في القانون البرازيلي تسمح لقاضي إنه يحكم بالإعدام على سفاح أطفال أو حتى قاتل متسلسل ولا زعيم عصابة مهما كانت جريمته بشعة. مستحيل يتم إعدامه في سنة 2016 زي ما القصة بتقول. أقصى عقوبة في البرازيل للجرائم دي هي السجن. مؤلف القصة اللي قعد يكتب سيناريو طويل عريض عن الGPS والدارك ويب وغابات الأمازون نسى يعمل سيرش بسيط على جوجل لمدة 30 ثانية عن عقوبة الإعدام في البرازيل، وبكلمة واحدة فضح كذبته كلها. ولو كذبة الإعدام طلعت فبركة يبقى ال60 جثة هم كمان متفبركين، والسفاح والكوخ والدارك ويب كلهم تأليف في تأليف. القضية دي ملهاش أي وجود في سجلات الانتربول ولا في الصحافة البرازيلية ولا الأمريكية ولا حتى في صحف الحوادث المحلية. وهنا دماغك هتبدأ تلف، والسؤال اللي بيطرح نفسه لو القصة دي كلها كذب وتأليف أمال إيه الصور اللي مالية الإنترنت بقالها كام يوم دي ومحطوطة في بوستات قد كده ومقالات مكتوبة عنها؟ مين الرجالة اللي لابسين ماسك أرنب دول؟ وليه الأطفال اللي معاهم فعلا بيموتوا من العياط وبيصرخوا من الرعب؟ الإجابة على السؤال ده هتاخدنا لتاريخ تاني خالص، والأسطورة حقيقية حصلت في أمريكا سنة 1970 هي اللي أوحت لمؤلف البوست بكل الرعب ده. لو أخدت صور الثلاثة اللي كانوا في البوست وعملت ليهم بحث عكسي على جوجل هتكتشف حقيقة مضحكة ومبكية في نفس الوقت. الصور دي ملهاش أي علاقة بالبرازيل أساسا ولا بالدارك ويب على فكرة ولا بجرائم القتل من الأساس. الصور دي أصلية وموجودة فعلا في الأرشيف الشعبي للولايات المتحدة الأمريكية وبتنتمي لفترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين، ومعروفة عالميا في المجلات ومواقع الأرشيف باسم أرانب عيد الفصح
الفسح القديمة المرعبة كريبي فينتاج إستر بانز. عشان تفهم إيه اللي بيحصل في الصور دي لازم تعرف العادة الأمريكية القديمة. في احتفالات عيد الفصح اللي هو الإيستر يعني، العائلات كانت بتاخد أطفالها للمولات عشان يتصوروا صور تذكارية مع شخصية أرنب عيد الفصح، بالظبط زي اللي بيتعمل مع بابا نويل كده. بس الكارثة في الخمسينات كانت في صناعة الأزياء نفسها. وقتها ما كانش في مصانع بتعمل بدل أرنب كيوت وفرو ناعم وفلافي وحاجات من دي. الأقنعة كانت بتتعمل بجهود ذاتية باستخدام خامات بدائية وبشعة جدا زي الورق المعجون، الخيش، الأسلاك. النتيجة كانت بتطلع مسخ مرعب، أقنعة مشوهة، العيون مجوفة وميتة، وابتسامة خشبية مرسومة بألوان باهتة بتخلي الأرنب يبان كأنه جثة متحركة. تخيل طفل عنده 3 أو 4 سنين أبوه وأمه داخلين عليه بالمنظر ده، أو يقعدوه في حضن راجل غريب لابس قناع للشكل ده. الكابوس ده كان بيخلي الأطفال هتموت من الرعب، وكل ده عشان يلقطوا صورة تذكارية. رد الفعل الفطري للطفل هو الرعب والانهيار والبكاء الهستيري، لأن الطفل مش شايف شخصية كرتونية، الطفل شايف وحش هيفترسه. الصور دي اتجمعت على مر السنين في مواقع زي بورد باندا كنوع من السخرية يعني والكوميديا السوداء على النوستالجيا القديمة، وازاي الآباء زمان كانوا بيرعبوا ولادهم من غير ما يقصدوا. أصحاب القصة اللي حكيتها دخلوا على جوجل، جابوا صور من أرشيف عيد الفصح، ركبوا عليها قصة السطور والدارك ويب، واستغلوا دموع الأطفال الحقيقية عشان يقنعوك إن دي لحظات تعذيب. لكن لو الصور طلعت مجرد أزياء تنكرية فاشلة، منين المؤلف جاب فكرة السفاح اللي بيلبس زي أرنب وبيستخبى في الغابة؟ هل دي من بنات أفكاره يعني؟ الإجابة لا. العقل البشري لما بيفبرك كذبة كبيرة بياخد أجزاء من أساطير حقيقية وبيخلطها ببعضها. نيجي بقى للحقيقة. فكرة القاتل المقنع بزي أرنب دي هي في الحقيقة واحدة من أشهر وأقدم الأساطير الحضارية في أمريكا، ومعروفة باسم أسطورة الرجل الأرنب، زي أم رجل مسلوخة كده عندنا بالظبط. الأسطورة دي مبنية على أحداث حقيقية موثقة في سجلات الشرطة الأمريكية، وتحديدا في شهر أكتوبر سنة 1970 في مقاطعة فيرفاكس في ولاية فيرجينيا. في الليلة دي حسب بلاغات الشرطة اللي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، كان في شاب وخطيبته راكبين عربيتهم في طريق ضلمة ومقطوع. فجأة ظهر لهم من بين الشجر راجل لابس بدلة أرنب بيضة وودنه طويلة وماسك في إيده ساطور كبير. الراجل هجم على العربية وبدأ يصرخ فيهم ويشتمهم إنهم متعدين على أرضه، ورمى الساطور بكل قوته على شباك العربية كسره بالكامل وهرب في عز الضلمة. بعدها بأسبوعين الحادث ده اتكرر تاني في نفس المنطقة. حارس أمن كان بيلف على بيت تحت الإنشاء لقى نفس الراجل اللي لابس زي الأرنب واقف وماسك ساطور بيكسر بيها خشب البيت، وهدد الحارس إنه هيكسر جمجمته لو قرب. الشرطة الأمريكية قلبت الغابات المحيطة بس الجاني كان اختفى، كأن الأرض بلعته، والواقعتين اتسجلوا ضد مجهول. مع مرور السنين القصة الحقيقية البسيطة دي اتحولت لأسطورة شعبية بيتوارثها المراهقين، بقى يقولوا إن رجل الأرنب ده سفاح وهرب من مصحة نفسية، وإنه بيعيش تحت جسر سكة حديد هناك اتسمى باني مان بريدج، وأي حد بيمشي تحته بالليل بينزل له بالساطور ويعلقه في الشجر. صناع الشائعة بتاعتنا بقى في 2024 واللي ظهرت تاني في 2026 عملوا عملية إعادة تدوير عبقرية. جابوا حبكة أسطورة رجل الأرنب بتاعت 1970 زائد صور عيد الفصح بتاعت 1950 وشوية بهارات العصر الحديث دارك ويب على GPS على البرازيل، وضربهم كلهم كده ميكس في الخلاط وقدموهم للعالم في قصة انتشرت بالشكل الرهيب ده. طب ليه احنا صدقنا؟ وليه الصور دي بالذات عملت لنا الرعب ده كله؟ علم النفس بيفسر ده بظاهرة مرعبة جدا اسمها الوادي الغريب. المخ البشري متبرمج انه يرتاح للوجوه البشرية الطبيعية ويتقبل الحيوانات، بس لما المخ البشري بيشوف كائن شبه بشري ملامحه جامدة، عينيه ميتة، ما فيهاش روح، وابتسامة مرسومة وما بتتحركش، المخ بيضرب انذار خطر فوري، بيترجم الكائن ده على انه جثة متحركة او كيان مريض بيهدد حياتك. وعلى فكرة نظرية الوادي الغريب دي برضو هي اللي بتخليك تخاف من العرايس العادية او المهرجين او مسقات الارانب القديمة او العرايس زي الكرومبا والحاجات بتاعتنا بتاعت زمان دي. صناع قصص الرعب الرقمية عارفين الخلل النفسي ده كويس على فكرة، وبيلعبوا على المنطقة دي، الخوف والفضول اللي في دماغك. ولما انت بتقرا القصة دي وتشوف الصورة، الجزء المنطقي في عقلك بيقف وبيشتغل الجزء المسؤول عن البقاء والهلع. انت بتعمل شير للبوست مش عشان انت متأكد من حقيقته، انت بتعمل شير عشان انت مرعوب، وعقلك الباطن عايز ينشر الخوف ده مع بقية الناس اللي حواليك عشان تحس انك مش لوحدك. التويست الاخير والصادم في القصة دي ان القاتل الحقيقي مش راجل لابس ماسك ارنب ومستخبي في الامازون. القاتل الحقيقي والوحش الفعلي هو خوارزميات السوشيال ميديا وصناعة الكليك بيت، الكيانات اللي مستعدة تزرع الرعب والبارانويا وتفبرك جرايم وترعب الابهات والامهات على اولادهم لمجرد انها تعمل تفاعلات وتعمل ملايين الدولارات من الاعلانات. والوحش الاكبر هو استسهالنا كبشر اننا بنسلم عقولنا لاي بوست مرعب من غير ما نكلف نفسنا دقيقة واحدة
ده بحث عن الحقيقة. الجرائم الحقيقية البشعة الموجودة في العالم ده محتاجين نسلط عليها الضوء عشان نحقق العدالة لضحايا حقيقيين، مش ضحايا احنا اخترعناهم على الانترنت. بس اننا نخترع وحوش من صور قديمة ده إهانة لعقولنا وإهانة لمعنى العدالة نفسه. المرة الجاية لما تشوف صور مرعبة وكلام هستيري على الانترنت، خد نفس عميق، ما تخافش وما تشيرش، افتح عقلك، دور على الدليل، وافتكر دايما ان اقوى سلاح ضد وحوش الانترنت هو الوعي. لحد ما نتقابل في كشف كذبة جديدة او لغز حقيقي، ما تخليش حد يتاجر بخوفك. سلام.